السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة يا شباب بإذن الله هعرفكم ازاي تحولوا لغة باينانس إلى اللغة العربية بطريقة سهلة جدا وفي أقل من دقيقة، وهنحل مشكلة تغيير شكله. ساعات بتيجي تدخل للتطبيق يا جماعة بتلاقي الشكل اتغير نهائي وبقى شكله بسيط وما فيهوش أي تفاصيل. برضه هعلمك ازاي تغير الشكل إلى الشكل الأساسي بسهولة جدا بإذن الله. بس أتمنى منكم قبل ما أبدأ في الشرح تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدوسوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ومن غير مقدمة كتير يلا نبدأ في الشرح. أول حاجة هنروح على تطبيق باينانس يا جماعة. بعد كده هيظهر لينا الشاشة الرئيسية دي كلها. هندوس على علامة الملف الشخصي اللي فوق. بعد كده هتظهر لنا الشكل ده يا جماعة، هنروح دايسين على علامة الضبط اللي فوق على ايدك اليمين. بعد كده هننزل هنروح على كلمة language اللي هي الكلمة دي يا جماعة اهي، وهندوس عليها. وبعد كده هنختار العربية وهتستنى بيقول لك loading. وبعد كده هترجع هتلاقي الشكل بقى باللغة العربية. كل حاجة بقت باللغة العربية زي ما انتم شايفين بسهولة جدا. طيب نفترض الشكل اتغير معاك، هتدوس عليها وهتدوس على كلمة باينانس برو. ممكن في يوم من الأيام يا جماعة تيجي تلاقي الباينانس بقى لايت زي كده أهو. الشكل يعني بسيط جدا ما فيهوش أي تفاصيل أو أي شيء. بصوا يعني بسيط جدا تمام. تروح عاوز ترجع بقى للشكل الأولاني، هتدوس على العلامة بتاعة الملف الشخصي وتشغل باينانس برو اهو. بسهولة جدا كل حاجة رجعت زي ما هي. بس وبكده يكون شرح النهاردة انتهى. اتمنى ربكم افادكم واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.